مساكم الله بالخير إخواني الطيبين. إخواني أرحب فيكم بلقاء جديد وعرض جديد لطير تبارك الرحمن، أداء راقي وطريقة طيار وطريقة شيلات ورفة وضربة جناح. ضربة جناح من الأكواع جميلة. إحنا أحيانا الواحد يشد أداء معين بالطير يخليه غصب عنه لازم يتكلم ويفند الطير ويطلع مواهب الطير وجمالية الأداء ونوع اللوت. وهذا الطير صراحة طير أخونا مبارك ثوين أبو خليل، أسأل الله يوفقه. يعني أداء راقي صراحة، يعني بدأ بضربة جناح جميلة، شيلات لفوق. الشيلات طبعا تفرق عن الطلعات. الطلعة يرفع عمره فوق ياخذها وردها ويخفق، يطلع مرة ثانية ياخذها ويخفق. الشيلة لا، ياخذها ثلاثية أحيانا رباعية. ولو تلاحظ طريقة اللوت السخيف الحلو السريع يجيبها تقريبا خلال الشيلة بجمالية، أداء راقي، يرد يخفق مرة ثانية ويكمل مستوى طياره. طير انسيابي، جسمه حلو. هذا الطير يعني طلاب هواء من طريقة طياره ومن طريقة لوته. احنا نحط النقاط على الحروف بالنسبة للشغلة الجمالية اللي يبينها الطير، وهذا الطير جميل، وكل جميل يشد المشاهد. احنا هواة ونحب الشيء الجميل ونحب طريقة اللوت. احيانا طريقة الطيار يلفت نظرك وطريقة اللوت يلفت نظرك. هذا الطير جمع طريقة الطيار، ضربة جناح من الأكواع حلوة، شيلات لفوق ونزول لتحت، يرد مرة ثانية يرف بطريقة ضربة الجناح، عقب يشيل عمره لفوق، يجمع 3 4 بسرعة. لوت الشيلات الجميل الراقي الحلو. عقب رد مرة ثانية بتوقيت تقريبا دقيقة ونص، رد قام يشاغل قام يفرد تفريد حلو متوازن بالتفريد، طيارة حلو، حامة حلو، رفته حلوة. هذا الحمام اللي يعني صراحة الواحد وده يشيد فيه وينور عليه ويخلي العالم يعني تتمتع بالأداء هذا الراقي الحلو. احنا ودنا يعني نشوف شغلات حلوة مثل الحمام هذه. حمام تونسنا بالطيار، يعني حتى لو هي مو حمامنا، حمام ربعنا، لا احنا نتمنى لهم كل خير إن شاء الله. واللي قدر نسويه إن ننور على الحمام طريقة طيار، طريقة أداء، نوعية لوت. يعني الطير هذا بتوازنه تبارك الرحمن، الطير على مسطرة. الطير هذا يعني بلعبه الجميل والحلو هذا اللي قاعد أشوفه أنا فيه، صراحة طير جميل. عقب دقيقة ونص طير توازن طيب كلش، مع ضربة جناح، مع انسيابية. أحيانا يدخل 3 4 طلع 3 4 قلبات مع بعض. نظام اللوت السخيف الحلو اللي هو تقريبا أقرب نوع لنوع اللوت الرمش. إخواني هذا الطير يستحق الشهادة، والله يوفق راعيه أبو خليل ويشوف خيره إن شاء الله.